بحكيكم كذا قصة بنت، بس مش أي بنت، الكل حبها، كل من شافها حبها، حتى سهيل وهو قاعد يصور حبها، وأبو الوفا هو يحضر معايا حبها، كذا بنت رقيقة ناعمة تذوب في حنيتها. يا سلام، أكيد قاعد أتكلم على بنت الصحيح، حتى المدام حتحبها. بس ايه قلبك، البداية تحتاج طحين، شوية سكر، رشة ملح، زيت، شوية موية، نعجن 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 الين ما تمسك معاك. حنقسمها شوية كرات ونخليها تريح، لازم تريح ساعة. وبعدين بالسمنة تبدأ تطبطبها وتبدأ تفرد وتدخلها على الصينية، صينية نحاس ها، وتفردها جوا الصينية عشان تمسك معاك. تحط الورقة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، وما عندك، كل ما تكثر عادي ما عندك إشكالية. شوية كريمة معاها بيض، تدهنها على الوش، سمسم وحبة بركة، وخليها ترتاح. بعدين دخلها الفرن تنخبز جوا من 20 ل 25 دقيقة، لين ما تشوفها كذا ما شاء الله نفشت. وبعدين طلعها على طول، اسقيها سمنة، وبعد السمنة عسل. يا عسل، وتعال ادوق وشوف لي الطبقات والتوريقات. الله على الرقة، الله الله، هي دي. وهذه نقول عليها الله الله، احلى بيت صحن.